السلام عليكم. وعليكم السلام. في صحيح البخاري من عائشة استمعت الأغناء البعاث، فهل هي صبية مراهقة؟ من البخاري كذب ودلس. هل عندكم جواب ايش؟ علمي عيد وشرعي عيد وأخلاقي؟ عيد عيد عيد. في صحيح البخاري أن أمنا عائشة رضي الله عنها استمعت الأغناء بعاث من القينتان، فهل هي صبية مراهقة تستمع للغناء أم إن البخاري كذب ودلس بهذا الحديث؟ نريد جواب علمي اقرأ وشرعي رواية. وأخلاقي. طين المصدر نعم، في كتاب البخاري قالت دخل علي رسول الله وعندي قينتان تغنيان بغناء صفحة بعاث. كام؟ الآن صفحة كام؟ نعم. كتاب صحيح البخاري، الجزء الثالث صفحة 1430، رقم الحديث 3716. نص الحديث: إن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. فهل هذا صحيح أم من البخاري كذب ودلس؟ طيب ما في مشكلة، بس نوعا على الشرط. نعم. حديث 3713 صح؟ 16 صفحة 1430. 3700 و16 16. طيب. يبدأ الحديث: حدثني محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم، هل وجدتم الحديث؟ الحديث خطأ. هذا الحديث صحيح البخاري 3716. يقول حدثني يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا كتاب سليمان في المكتبة الشاملة، كتاب صحيح حدثنا البخاري تحقيق البغاء، في كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي وأصحابه المدينة، رقم. يا أخي قدام هذا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل. أخي أي طبع عندك كتاب البخاري هذا؟ هذا المكتبة الكبرية. لا، المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة يا أخي، المكتبة الشاملة. نفس الشيء هو. لا أنا أمامي الآن المكتبة الشاملة، أكتب حديث القينتان. المكتبة الشاملة هي موجودة، كتب السنية كلها موجودة هناك. كتاب صحيح البخاري تحقيق البغاء، في كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، رقم الحديث 3716. إذا تحب أدخل لك بحساب آخر وافتح الكاميرا وأوريك الحديث. هذا الحساب لا أستطيع أفتح الكاميرا. طيب هذا الحديث نعم. يقول: وقد تكلم ابن رجب في شرح حديث البخاري. أخي اقرأ لي نص الحديث. لا، دعنا من الشرح. الحديث واضح وصريح، لا يحتاج إلى شرح وتبرير. لا يحتاج. ليش ما يحتاج؟ لا، واضح، كلماته واضحة وباللغة عربية فصيحة، وماذا يحتاج يعني؟ الشرح عبارة عن تبريرات. نعم تفضل، اسمعني. تريد رد ولا لا؟ نعم تفضل، أسمع الجواب. طيب اغلق المايك وتسمعها. نعم تفضل. يقول: وقد قال ابن رجب في هذا الحديث: الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والقناع بغناء الأعضاء، وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العرب وهو يشبه الغربال. ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناءهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها. وكان دفوفهم مثل الغرابي ليس فيها جلاجل، كما في حديث عائشة: فكان النبي يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف والتغني، مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها.
فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوا من الغناء الملاحن بالإيقاعات الموزوعة، يعني إلى آخر الحديث. لكن في المشكلة اللي أنت عندك بها يقول أجيبك كلامك واضح، كلامك واضح أخي، أجيبك كلامك واضح من خلال شرحك هذا. أولا هنا في الحديث سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال إنها مزمارة الشيطان، رد النبي لم يقل له كلا ولم يعارضه وقال دعهما، هذا أولا. ثانيا التبرير لم يكن للجاريتان فقال لكل قوم عيد وعيدنا، فهنا التبرير كان لأمنا عائشة، هذا ثانيا. ثالثا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من استمع للغناء فقد عبد المغني، أو قال من استمع لمزمارة الشيطان فقد عبد الشيطان، ويحرم حتى التصفيق، الضرب باليد على أختها يحرم، يعتبرها من الضلالة، وكذلك بالآلات الدفوف والمزامير والجلود كلها يحرمها شيخ الإسلام ابن تيمية، فكيف تبرر للقينتان وللجاريتان وإنه لهما؟ نعم هذا نص الحديث واضح، أنتم تبررون بأساليب بعيدة عن الحديث. اسمع نعم أجبني. أنت غلطها لما اعترض أبا بكر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أبا بكر كما قال ابن لم ينهاه، بالعكس أقر له قال دعهما وإن كان مزمار معناها، لم يعارضه، أقره لذلك، لا قال دع، هذا هروبكم، هذا هو دينكم.